بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام من قناة سلام الإعلامية المباركة. ودوما سيداتي سادتي، أرجو لكم أن تكونوا في أمان الله وحفظه. أعتقد أننا طولنا ولم نطل عليكم بهذه المناظر أو بهذا المشهد الإسلامي العربي الإريتري زمنا طويلا، وأحب هذا اللبس، ولكن حجبتنا منه أجواء الطقس الباردة هنا في أستراليا. ولكن اليوم نتحمل شيئا من ذلك، لأن هذا المشهد وهذه الإطلالة أو هذا المنظر يحبه الله ورسوله والمؤمنون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دوما على الخير بما يحب ويرضى. اليوم الحلقة رقم 41 بعد 100 بحمده تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أرحب بكم أجمل ترحيب، ونخرج قليلا مما اعتدنا عليه في الحلقات السابقات. 140 حلقة بحمده تعالى، معظمها يعني 3/4 منها كرسناه لمسألة اللغة العربية في إريتريا، باعتبارها رمانة الميزان، وشيء فيه الجانب البعد الديني والبعد الوطني والبعد الحضاري كذلك والبعد الإنساني. عنت لي فكرة أن أتتبع الأدب في عدد من الدول العربية، الأدب المعاصر، يعني بما أن الحاكم بأمره في أسمرة يعني سلخ إريتريا عن محيطها العربي والإسلامي، ولا ننكر على أننا أفارقة، ولكن لنا ارتباط حضاري وثقافي وعقدي كذلك بالمنطقة العربية الإسلامية، ولأننا نحسب جزءا من ذلك الكيان، حيث المؤمنون إخوة، وإنما العربية لسان، وكل من تحدث العربية فهو عربي. ولذلك قلت الدولة المنسلخة بحكم الحاكم بأمره، دعونا نرتبط بشيء من تلك المنظومة العربية لأتتبع يعني صيرورة ليس الجانب التاريخي، ولكن ملامح عن الأدب العربي في كثير من الدول العربية التي هي يعني موقعها كذلك يشابهنا من حيث الموقع الجغرافي والتعداد وما إلى ذلك. المهم، وتختلف دول من هنا وهناك. ومعظم الدول المكونة للمنظومة العربية ال 22 دولة، وأحسب أن إريتريا هي جزء 23 دولة. حتى عندما كنت في الجامعة العربية كنت أقول لبعض الزملاء المؤتمنين، يعني هنالك دولة غائبة بفعل الحاكم بأمره، وعدد الدول العربية 23 دولة يعني. ولذلك سأبدأ اليوم أتقفى يعني واقع الأدب العربي في هذه الدولة، والتي تختلط فيها ألسنة عربية وألسنة عجمة. ويعني قلت الدولة التي تشابهنا في كثير من التركيب اللساني والتركيب التاريخي موريتانيا، أو الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تعرف بدولة المليون شاعر. وحتى هي تشابهنا كذلك لأنه فيها ألسنة كثيرة غير العربية، وحتى تعداد السكان 4 فاصل شيء من النسمة أو النفس يعني. ولذلك هي متأثرة باللسان العربي واللسان الإفريقي. وأنا لا أزعم فأقول إنه نشابهها في الشاعرية، ولكن إذا ما أخذنا الشعر مع الشعر العربي والشعر بلغة التجريت والتجرينية وبقية اللغات في وطننا العزيز،
يعني نكاد نقول يعني قريبين من ذلك حتى لو لم نبلغ المليون يعني. ولأننا يعني هكذا ارتأى الحاكم أنه دعك أن نعرف كم شاعر لدينا حتى ما نعرف كم مليون نحن يعني. وهذه واحدة من الإشكاليات. عموما عزيزي المشاهد، لأنه الأدب الموريتاني هو أدب يعني ثري، وأدب يعني يدعوك لقراءته سواء كان في الشعر أو في غيره. فأنا أستسمحكم اليوم أن نتحدث ملامح عن الأدب العربي في موريتانيا. والتحية للشعب الموريتاني الشقيق المسلم العربي. ودعوني قبل ذلك يعني أخذ مشهد. هذه مدينة نواكشوط. وقلت وطالما أنا أعمل تعريف جغرافي وسياسي للدولة، خذتها شوية وسأعود إلى الشعار التي يعني حتى ما يتمكن الزملاء المخرجين من أن يضعوا الخلفية لهذا البرنامج. موريتانيا رسميا هي الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دولة ذات السيادة تقع في شمال غرب إفريقيا، يحدها المحيط الأطلسي من الغرب، والصحراء الغربية من الشمال والشمال الغربي، والجزائر من الشمال الشرقي، ومالي من الشرق والجنوب الشرقي، والسنغال من الجنوب الغربي. شفت التشكيلة الغريبة دي؟ تحتل موريتانيا من حيث المساحة المرتبة 11 في إفريقيا والثامنة والعشرين في العالم. تقع 90% من أراضيها في الصحراء. يعيش معظم سكانها البالغ عددهم حوالي 4.3 مليون نسمة في المناطق المعتدلة جنوب البلاد، ويتركز ثلثهم تقريبا في العاصمة وأكبر مدنها نواكشوط الواقع على ساحل المحيط الأطلسي. اشتق اسم موريتانيا من مملكة موريتانيا البربرية القديمة الواقعة في شمال إفريقيا داخل بلاد المغرب القديم. سكن البربر ما يعرف اليوم بموريتانيا بداية من القرن الثالث الميلادي، ووصل العرب في عهد الدولة أو الخلافة الأموية إلى المنطقة في أواخر القرن السابع. نشروا الإسلام والثقافة واللغة العربية. استعمرت موريتانيا من قبل فرنسا في أوائل القرن العشرين كجزء من غرب إفريقيا الفرنسية، وحصلت على استقلالها عام 1960، لكنها شهدت منذ ذلك الحين انقلابات متكررة وفترات من الحكم العسكري. أعتقد يكفينا ذلك للتعريف عن موريتانيا وبلد المليون شاعر. وكان معنا في الجامعة العربية الزميل العزيز الأستاذ وهو شاعر جيد يعني، فحف ولد الشيخ. ساب الجامعة نزل المعاش، فكان رجلا يعني محترما جدا يحب الأدب والشعر، وكانت بيني وبينه يعني محادثات ومراشقات شعرية جميلة. إن شاء الله إذا تمكنا في يوم من الأيام، وإذا عرفت يعني هو سافر إلى موريتانيا قبل أن أتركنا الجامعة حيث نزل المعاش، وإن شاء الله لو لقينا طريقة نحاول يعني. والآن عزيزي المشاهد ندخل إلى هذه الحلقة لنتحدث قليلا عن الأدب الموريتاني العربي، وذلك نقلا عما كتبه النقاد والكتاب، بالذات كتاب المغرب العربي عموما يعني، سواء كان من المملكة المغربية أو من الجزائر أو تونس. واحدة من الكتابات الجيدة التي وقفت عندها أضواء على الأدب الموريتاني للدكتور فريد معضوشو. الدراسة هي مطولة جدا، سنقرأ ما تيسر لنا منها. فمع الشكر الجزيل للكاتب والناقد المغربي الدكتور فريد، يقول في التمهيد لهذا البلد العربي الشقيق: لا نبالغ إذا قلنا إن الكثرة الكثيرة منا لا تكاد تعرف شيئا عن الأدب الموريتاني، قديمه
ومحدثه، قصيده ونثره. ولعل هذا ما حدا أحد الباحثين على واسم هذا الأدب بالحلقة المجهولة. حقيقة يعني الحلقة المجهولة في سلسلة الأدب العربي. يعني الشعر الموريتاني عندما تقرأه وتستمع إليه، حتى شعراء البادية وما إلى ذلك، والله كأنك تعيش ذلك العهد الأدبي الزاهر يعني. والحق أن لبلاد شنقيط كيانا أدبيا قائما يشترك في عموم الأدب العربي في أمور عدة، وذلك بقدر ما يتميز منه بخصائص الأثيلة التي هي نتاج بيئته ومحيطه الشامل، ومحاولة منا لتقديم صورة أو تقريبية وعامة عن الأدب الموريتاني ونقده. ارتأينا كما يقول الدكتور فريد أن ندبج هذه الوريقات التي هي في الواقع قراءة واصفة لإحدى الدراسات الموريتانية المعاصرة القديمة والقيمة التي نهضت بعبء التعريف بأدب الشناقطة. أحيانا تختصر موريتانيا بلد الشناقطة وبلد الشنقيط، قديمه وحديثه، عاميه وفصيحه، إبداعه ونقده جميعا. لقد اتجه اهتمام الدرس النقدي العربي ردحا غير يسير من الزمن إلى آداب المركز، مصر والشام والعراق خاصة، فتناولها تناولا شاملا وكتب عنها دراسات وأبحاث غزيرة ومتنوعة لتلك المناطق طبعا، على حين لم يلتفت إلى آداب الأطراف والهوامش إلا لماما وعرضا. ولذا كان نصيب الأقطار المغاربية عامة والقطر الموريتاني خاصة من ذلك الدرس ضئيلا جدا، ذلك لاعتبارات سياسية وجغرافية وثقافية. وهكذا ظهرت بعض الأصوات في موريتانيا تنحو باللائمة على أدباء المشرق ونقاده، وتعيب عليهم تغييبهم أدب موريتانيا وتهميشه وإقصاءه من اهتماماتهم. والواجب أن قضية التعريف بالأدب الموريتاني يجب أن ينهض بها أبناء موريتانيا ودارسوها، ولا ينبغي لهم أن يركنوا إلى الراحة والخمول منتظرين قيام الآخرين بالتنقير في تراثهم الفكري والأدبي والتعريف به. وهذا الأمر ينسحب على سائر الأقطار المغاربية. وهكذا ألفينا مثلا الأستاذ عبد الجبار السحيمي يكتب في الأعوام 70 مقالا في صحيفة العلم، يتهم فيه النقد المشرقي بالنظرة الشوفينية الضيقة لتعامله مع أدب المشرق دون أدب المغرب. لا شك عزيزي المشاهد في أن ثمة جملة من المثبطات والصعوبات التي تقف في طريق الأدب الموريتاني وتجعل الاقتراب منه والتعرف عليه وتكوين نظرة حق عنه أمرا عسيرا. ومنها على سبيل المثال أن أغلب أدب موريتانيا لا يزال مخطوطا حبيس الرفوف في الخزائن الخاصة والمكتبات العمومية والخزانات التابعة للزوايا، والتي يظن القائمون عليها يبخلون على القراء والمثقفين ولا يخرجون كنوزها للناس، ولا يسمحون للدارسين بالاطلاع عليها وتحقيقها ونشرها. وإذا لم يبادر المتوفرون على هذه الكنوز بتحقيقها وطبعها وإذاعتها بين الناس، أو تمكين الجهات المختصة من ذلك، فإنهم سيتحملون جريمة اندثارها أمام الأجيال القابلة. بل يجب في مثل هذه الحال أن تتدخل السلطة السياسية لإرغام هؤلاء الذين يحتكرون هذه المخطوطات على تسليمها للدارسين المحققين، أو إغراءهم قصد بيعها للخزانات العمومية، لأن هذه المخطوطات إنما هي ملك للجميع،
ملك الإنسانية عموما، ولا يجوز الاستحواذ عليها وإخفاءها. ثم إن من شأن تحقيق هذه الكنوز وطبعها ونشرها أن تؤدي إلى تغيير جملة من الأحكام التي أمست مسلمات في دنيا النقد العربي. يضاف إلى هذه الصعوبات صعوبات أخرى، منها أن كثيرا من الأدب الموريتاني قد تعرض إلى الإحراق والنهب على يد المستعمرين الفرنجة طبعا، وضاع حظ كبير منه نظرا لغياب الحفظ والصيانة وقلة التدوين. أضف إلى ذلك الصعوبات القبلية وندرة وسائل النشر إلى آخره. وبالرغم من هذه العوامل والعراقيل جميعها، وبدافع من الغيرة والعزيمة الأكيدة على التعريف بأدب موريتانيا الشقيقة والبحث عن مكانة تليق به ضمن خارطة الأدب العربي، قام عديد من الدارسين الموريتانيين في العقود الأخيرة وشمروا عن سواعد الجد والاجتهاد والبحث، تحدوهم الرغبة في تقديم صورة لائقة بأدب بلدهم. فظهرت نتيجة لذلك دراسات وأبحاث ومقالات قيمة تصب في هذا الإطار. وقد لاحظ عدد من الناس مقدمة للأستاذ أحمد ولد حبيب الله في مقدمة كتابه تاريخ الأدب الموريتاني أن التعامل مع الأدب الموريتاني أخذ منحيين اثنين، وهما: الأول منحى يعتبر الأدب الموريتاني كتلة من المفاهيم والأحداث والقيم التي ينبغي أن تظل محروسة أو أسرارا قبلية أو مقدسات لا يجوز نبشها وإذاعتها أو مجرد الاقتراب من حرمتها وحرمها، ويجب أن تبقى مستقلة عن الوجود أو الوعي الموريتاني المعاصر. وهذا منحى موجود بالقوة على حد تعبير المناطق. المنحى الثاني منحى يرى أنه يجب التعامل مع الأدب الموريتاني من منظور علمي بحث، ومن منظور الوعي بالحاضر والإدراك للوجود الآني. وهذا المنحى هو الذي يجب أن يسير فيه البحث الجاد والرصين، وهو الذي ينبغي أن يسود المشهد الثقافي الموريتاني إذا أريد له الخروج من مأزقه. علاوة على هذا، فهو كما يقول الأستاذ أحمد ولد حبيب الله المنحى الذي يخيل إلينا أنه هو الممكن علميا وعمليا. ولعل عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، من أهم الدراسات التي شهدتها الساحة النقدية الموريتانية المعاصرة دراسة الأستاذ أحمد بن حبيب الله المعنونة بتاريخ الأدب الموريتاني، وهي دراسة ضخمة الحجم إذ تقع في حوالي 83 و700 صفحة من القطع المتوسطة، وقد صدرت في طبعتها الأولى قبل سنين بدمشق ضمن منشورات اتحاد كتاب العرب. وهي عبارة، أي تلك الدراسة هي عبارة عن دراسة ضخمة وخلاصة جامعة للمجهودات التي بذلها الدارسون والباحثون الموريتانيون في سبيل تاريخ الأدب الموريتاني وتأصيله وتصنيفه. وهي الدراسة التي نعتزم في هذه الوريقات المحدودة تقديم قراءة مركزة لها، ونحن تعميما للفائدة نقرأ جانبا منها في قناة سلام الإعلامية المباركة وفي حلقة برنامج مع اللغة العربية. ولعله من نافلة القول عزيز المشاهد، هنالك على السوشيال ميديا شاب موريتاني يطلع بالزي الموريتاني، لا أستحضر اسمه، لكن هي على قناة الأمالي، يقدم أشياء ذات قيمة أدبية عربية رفيعة، ويتحدث عن يعني كبسولات هي في غاية الأهمية.
أنا أسأل الله أن يجمعنا بهذا الشاب الظريف الأنيق الأدبي. يعني هو أستاذ وخبير في اللغة العربية. أتمنى أن نحاور هذا الشاب الأديب، وأحسب أنه يعني طبعا إذا وجدت 10 موريتانيين، 10 أشخاص، مؤكد الثمانية منهم يقولون الشعر، فأحسب أنه شاعر. و... وإن لم يكن كذلك فهو من بلد المليون شاعر. أنا أتمنى إن شاء الله، يعني أتمنى الوصول إليه. وعلى السادة المشاهدين ابتداء من السادة الإداريين والفنيين، أربطونا بهذا الشخص المبارك في الأمالي، صاحب الأمالي، لنحاوره. فقط نحتاج إلى الرقم الهاتف الذي يوصلنا إليه. مشكورين وجزاكم الله خيرا. عزيزي المشاهد، نقرأ شيء من المقدمة. لقد استهل السيد أحمد ولد حبيب الله دراسته بمقدمة طويلة بعض الشيء من صفحة 5 إلى الصفحة 17، خصها بالتعريف بأدب موريتانيا، وأومأ فيها إلى أهمية موضوع بحثه وصعوباته الجمة، واستعرض في ثناياها جهود الدارسين السابقين في هذا المضمار، وذكر مظانه الرئيسية المعتمدة في صوغ مواد بحثه وعناصره، مجملا إياها في 4 دراسات رأى أنها تمثل بحق محاولات رائدة وجادة في مجال البحث في أصول الأدب الموريتاني وتطوره. ويتعلق الأمر بدراسات ولد دباه وابن حميدة وابن الحسن وابن عبد الحي. وعرض الباحث في هذه المقدمة كذلك المحاور البارزة لدراسته، ودعا الدارسين العرب بعامة والموريتانيين بخاصة إلى مزيد من الجهد والجهد وتنسيق أعمالهم بغية النهوض بالأدب الموريتاني ورد الاعتبار إليه بعد مدة طويلة من التهميش والتغييب. وبعد الخطاب المقدماتي ينتقل الباحث إلى الحديث عن فصول كتابه ال6 فصلا فصلا، وفيما يلي سنقف عند هذه الفصول كلها، محاولين طبعا ما نستطيع تقديم خلاصة مركزة لكل واحد منها على حدة، ومناقشة بعض القضايا البارزة فيها. ولتكن البداية بالفصل الأول. لقد تحدث الباحث في هذا الفصل بإفاضة عن الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي شكلت الإطار العام الذي نشأ في أحضانه الأدب الموريتاني، وتطور انطلاقاته. فمن الناحية التاريخية تكلم الباحث عن موريتانيا قبل دخول الإسلام إليها، حين كانت إيالة خاضعة للرومان، وعنها في ظل رحمة الإسلام، وعن وقوعها تحت نير الاستعمار الغاشم، وأخيرا عن استقلالها وظهورها باعتبارها كيانا سياسيا مستقلا منذ عام 1960. اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ دخول الملة الإسلامية إلى موريتانيا، فذهب بعضهم إلى أنها دخلت المنطقة في عهد الفاتح عقبة بن نافع الفهري، وذهب آخرون إلى أن ذلك وقع بعد عهد عقبة. وقال بعض المؤرخين إن الإسلام ولج موريتانيا في زمن المرابطين الملثمين الذين تمكنوا بفعل جهادهم المتواصل ورباطهم الصادق من تكوين إمبراطورية مترامية الأطراف تمتد على مساحة شاسعة في شمال إفريقيا وغربها والأندلس، إسبانيا الحالية. وقد دخلت اللغة العربية موريتانيا مع دخول الإسلام إليها باعتبارها الوعاء الحامل لهذا الدين الحنيف، فتعربت المنطقة تعربا شاملا
كما يصرح بذلك أحمد ولد حبيب الله. ورحب العلماء الموريتانيون وغيرهم بلغة العرب، وأقبلوا عليها تعلما وتعليما، وأولوها عناية كبيرة. بل إن العلامة محمد فال ابن متالي آثر تعلم اللغة العربية على التفرغ للنوافل. أعيد الفقرة: آثر تعلم اللغة العربية على التفرغ للنوافل. وفي ارتباط مع هذا الموضوع، وقف الباحث عند تاريخ دخول الصوفية إلى موريتانيا وظروفه، مشيرا إلى أن ذلك قد ابتدأ من القرن الحادي عشر الهجري، وكان على طريقة الجنيد. فظهرت زوايا عدة مارست سلطة روحية بالغة، ودخلت في حروب فيما بينها أو بينها وبين القبائل. والحق إن تحديد تاريخ دخول الإسلام أو العربية في موريتانيا، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة لبرنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، الحق إن تحديد تاريخ دخول الإسلام أو العربية أو التصوف إلى بلاد شنقيط موريتانيا أمر صعب جدا، لأن أقوال المؤرخين والباحثين في هذا الصدد تضاربت وتباينت، ولأن كثيرا من التراث الفكري والأدبي الموريتاني قد تعرض إلى الضياع والتلف، أو ما يزال مخطوطا حبيس رفوف الخزانات الخصوصية والقبلية والعمومية. والراجح أن الدين الإسلامي واللسان العربي قد دخلا المنطقة في القرون الإسلامية الأولى بوسيلتين رئيسيتين، هما التجارة والدعوة السلمية. ويتأكد لنا هذا الأمر خصوصا إذا علمنا أن موريتانيا كانت تابعة لسلطان المغرب الأقصى، وأنها جزءا من كيان منطقة الغرب الإسلامي التي وصلتها الدعوة الإسلامية في القرن الهجري الأول على يد الفاتحين الأول. لقد دخلت موريتانيا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة خلال الفترة الممتدة ما بين القرن السادس والقرن الرابع عشر الهجري ما يسمى عهد الإمارات، حيث كانت موزعة بين عدد من الإمارات والقبائل في ظل غياب مركز حكمي أو حكم مركزي. ويحكي لنا التاريخ كثيرا من الحروب والمعارك المبيرة التي كانت تنشب بين هذه الإمارات من جهة، وبينها وبين الزوايا من جهة أخرى. ولعل من أشد هذه الحروب ضراوة وفتكا الحرب المعروفة بحرب شربوبية التي انتهت سنة 1678 ميلادية. ومن أقوى هذه الإمارات بنو حسان ذو السلطان السياسي والعسكري. والحسانيون إمارات عدة، أبرزها إمارة أولاد أمبارك التي تأسست في القرن التاسع الهجري بزعامة أوديك الأقرع، وإمارة النزارزة التي أسسها هدي بن أحمد بن دمان سنة 140 للهجرة، وإمارة أدارارا في إطار التي تأسست عام 1158 على يد عثمان ولد لفظيل. ومن الناحية الاجتماعية يؤكد أحمد ولد حبيب الله أن المجتمع الموريتاني تركيبة اجتماعية لا عرقية، إذ يتشكل من زخم من القبائل والزوايا التي تقاسمت السلطة الزمنية والروحية في موريتانيا، التي عانت مرة طويلة انعكاسات غياب السلطة المركزية الرادعة. أيها الإخوة والأخوات، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة 141، ونتحدث عن الأدب الموريتاني حتى ما نوسع مدارك المشاهد الكريم
من ناحية، ومن ناحية أخرى كذلك نتحدث عن أدب هو جدير بأن نسمع عنه ونقرأ له. وفي الجانب الثقافي والأدبي يقول الكاتب الدكتور الذي نستعرض دراسته المطولة: استرسل الباحث في الحديث عن المراكز العلمية التي كانت منتشرة في موريتانيا، أمثال شنقيط التي أسست في القرن الهجري السابع وولاته، وأوداغست ووادان إلى الآخر، وقد كان لها أثر جلي في نشر الثقافة والمعارف التي شهدت ازدهارا ملحوظا في القرون 12 13 و14 للهجرة الشريفة. وإذا كان دارسو الأدب العربي يتحدثون عما أسموه عصر الانحطاط باعتباره عصر جمود فكري وركود مس الأدب العربي في ظل خضوع جل أمصار الأمة العربية للنفوذ التركي، فإن أدب موريتانيا كان يعيش نهضة ثقافية وأدبية بارزة الصورة في هذه المرحلة، وهذه بشهادة عديد من الباحثين. يقول الباحث الأستاذ أحمد ولد حبيب الله: في الوقت الذي كان فيه الأدب العربي يمر بمرحلة ضعف وجمود في ظل خضوع معظم الوطن العربي لحكم غير عربي، كانت بلاد شنقيط أو موريتانيا تشهد نهضة أدبية وثقافية، وفي مختلف العلوم العربية والإسلامية تجلت في كثرة الشعراء والمؤلفات. ويقول محمد طه الحاجري على أن الصورة الأدبية التي نراها لشنقيط في هذين القرنين 19 و18 جديرة بأن تعدل الحكم الذي اتفق مؤرخو الأدب على إطلاقه على الأدب العربي عامة في هذه الفترة، فهو عندهم وكما تقتضي آثاره التي بين أيديهم أدب يمثل الضعف والركاكة والفسولة في صياغته وصوره ومعانيه. الفسولة أعتقد هو من الفلس يعني، وأنا قاعد أقيف على كلمات جديدة. فهذه الصورة تمثل لنا الأدب الشنقيطي في وضع مختلف يأبى هذا الحكم أشد الإباء، فهو في مجمله أو في مجملته أو في جملته أدب جزل بعيد عن التهافت والفسولة. هذه صورة عامة ومقتضبة عن الإطار العام للأدب الموريتاني الذي يشترك من وجهة مع الأدب العربي عامة في جملة من الأمور، لأنها جزء لا يتجزأ من صرحه الكبير، ومن وجهة أخرى فهو سيتميز بجملة من الخصوصيات التي هي نتاج طبيعي لمجموعة من الظروف والعوامل. في الفصل الثاني مصادر الأدب الموريتاني وقيمتها التاريخية والعلمية، يقول الباحث دكتور فريد: لا نبالغ إذا قلنا إن أزيد من 90% من التراث الفكري والأدبي لموريتانيا لا يزال محجوبا عنا، وذلك لاعتبارات عديدة، فكثير منه قد ضاع في الحروب الداخلية المتعددة، ونصيب مهم منه قد تعرض إلى النهب والإحراق من قبل المستعمر الفرنسي. وما هو مخطوط من هذا التراث كثير جدا، ومن العوامل المباشرة التي أسهمت في ضياع كثير من أدب موريتانيا كون الموريتانيين يعتمدون اعتمادا كبيرا في حفظ تراثهم وصيانته الذاكرة والرواية الشفهية. يقول الشاعر: عليك بالحفظ دون العلم في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، اللص يسرقها والفأر يخرمها والنار تحرقها والماء يغرقها. احفظوه بس عند رأس وعند يعني إنسان
حفيظ يعني. ويقول أحمد ولد حبيب الله على أن الشيء المؤكد هو أن دور الكتابة أو التدوين في المحافظة على التراث الموريتاني ليس دورا رئيسيا، لأن حاجة القوم عامة إلى التدوين والكتابة كانت قليلة إذا ما قورنت بنزعة الحفظ السائدة. وبناء على ذلك يمكننا أن نتخيل ضياع الكثير من التراث الموريتاني، خاصة ذلك الموغل في القدم. وقد يكون نصيب الشعر من الضياع والاندثار كبيرا، لأنه من ناحية كان يخلد تقاليد وصراعات قبلية ومثالب اجتماعية يتورع عن حفظها وعن تدوينها الشعراء إذا كان هجاء فاحشا أو فيه مس بمكانة القبيلة أو الشيخ الصوفي، ولأنه من ناحية أخرى كان ذا قيمة سامقة في الثقافة الموريتانية. مجلة العربي الكويتية ذات الشهرة والصيت الذائع أطلقت المجلة على موريتانيا أو بلاد شنقيط مقولة بلد المليون شاعر. هذا هو مصدر التسمية. بلد المليون شاعر قالته لأول مرة، أو قال أحد الشعراء أو الكتاب في مجلة العربي الكويتية، وكان ذلك عام 1967. 67 في المجلة ذكر، أو يعني تحدث وقال أحدهم بلد المليون شاعر، ومن هناك سار هذا الاسم. فأين هذا الشعر وهذا الأدب بعامة؟ قد يجاب بأن معظمه قد ضاع، ولكن الثابت أن منه ما نجا من براثن الضياع. وهنا نتساءل أين يمكن أن نقرأ هذا النصيب الذي وصل إلينا من الميراث الأدبي الموريتاني؟ لقد بذلت موريتانيا بعد حصولها على استقلالها السياسي بعض المجهودات الرامية إلى تجميع مخطوطات تراثها الفكري والأدبي وتحقيقها ونشرها بغية التعريف بأدبها الذي طالما عانى التهميش والإقصاء. وقد أنشأت لهذا الغرض الدولة بعد استقلالها بعض المؤسسات والمراكز العلمية، وهكذا ففي عام 1974 تم إنشاء المعهد الموريتاني للبحث العلمي، ولكنه ظل مشلولا عن القيام بمهامه العلمية لأسباب مادية وإدارية وعلمية، منها ضعف الإمكانات المادية المتاحة لاقتناء المخطوطات وصيانتها، أيضا انعدام الخبراء في مجال تجميع المخطوطات وحفظها وترميمها وتصنيفها وتحقيقها، كذلك طبيعة العقلية الموريتانية التي تأبى التنازل عما لديها من مخطوطات بالبيع أو بالإهداء، وتعدها من جملة المقدسات والأسرار التي لا ينبغي للغريب الاطلاع عليها أو تشويهها. وأخيرا انعدام الوعي العلمي والحضاري والتجاري بقيمة المخطوط وإحيائه ونشره. ورغم هذا كله فقد استطاع ذلك المعهد أن يحقق بعض المخطوطات، وأن ينشر بعض الكتب والأبحاث، وأن يصدر مجلة دورية أسماها الوسيط. كما تمكن المعهد من جمع أزيد من 6,000 كتاب مخطوط وحوالي 2,500 ميكرو فيلم، وما يربو عن 600 ملف للشعراء. إن المصادر والمراجع التي تناولها الأدب الموريتاني قليلة، ولا تقدم في مجملها أشياء كثيرة عن أدب موريتانيا شعرا أو نظما أو نثرا. فمن هذه المضان كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي السوداني، الذي حوى شذرات يسيرة عن ذلك الأدب.
وهناك بعض المصادر المعروفة على صعيد الأدب العربي أوردت إشارات عن تاريخ موريتانيا الأدبي والثقافي والحضاري. يقول الباحث الموريتاني يحيى ولد محمدا: فلولا آثار البكري وابن عذار المراكشي وابن الأثير والسيوطي وابن خلدون والكعتي والسعدي والسلاوي وعبد الله عنان، لولا أولئك لما عثرنا على هذه الأشلاء من تاريخنا السياسي والثقافي والحضاري. أما المراجع التي يمكن أن نقرأ بين دفاتها أدب شنقيط فإنها تتفاوت في قيمتها العلمية وتتفاضل في المنهاج ووفرة المادة والأخبار والقدم والقرب من المنابع الأصلية. وقد حاول الباحث أحمد والحبيب الله أن يصنف هذه المراجع إلى أنواع: مراجع وطنية عامة ومراجع خاصة. وقد ذكر كتاب فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، وكتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، وكذلك كتاب الشعر والشعراء في موريتانيا، ومراجع مرقونة، ومرجع نشأة الشعر الفصيح في بلاد شنقيط، والشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر، التجديد في الأدب العربي بموريتانيا في العصر الحديث، وديوان محمد ابن الطلبة، وديوان محمد اليدالي، وديوان محمد ولد ابن ولد حميدة، ومراجع مغربية وجملة من المراجع رصدها وكتبها، ولا داعي لذكرها هنا حتى ما نستطيع أن نقرأ يعني عدد من الفصول ذات الأهمية. في الفصل الثالث يقول نشأة الأدب الموريتاني وفنونه. فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، وأعود إليكم في رحاب هذه الحلقة من قناة سلام الإعلامية المباركة وبرنامج مع اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من قناة سلام الإعلامية المباركة. نتحدث عن الأدب الموريتاني، فنونه ونشأته. الفصل الثالث يقول الدكتور فريد: بالنظر إلى التداخل الكبير بين هذا الفصل وبين الفصل الذي يليه، فقد رأينا أن نتناولهما معا في فصل واحد سميناه نشأة الأدب الموريتاني وفنونه. وسنقسم هذا الفصل تبعا لقسمين: الأدب المعروفين إلى محورين اثنين كالتالي: نشأة النثر الموريتاني وفنونه، ونشأة الشعر الموريتاني وفنونه. وسنفرع هذا المحور إلى مبحثين: نتناول في أولهما نشأة الشعر الحساني وفنونه، على أن نتعرض في المبحث الثاني إلى نشأة الشعر الفصيح في موريتانيا وموضوعاته. وعندما يقول الشعر الحساني يعني الشعر النبطي كما يقال في منطقة الخليج، أو الشعر العامي في السودان، وهكذا. والشعر الفصيح هو الشعر الذي نتحدث عنه. وقبل مباشرة الحديث، يقول الباحث، في هذا الاتجاه نشير إلى أن البحث في نشأة الأدب الموريتاني يعد من أكثر الإشكالات المطروحة في الساحة النقدية الموريتانية المعاصرة، وأعوصها، يعني مسألة عويصة، لأن هذه النشأة ما تزال غامضة ومثار جدل بين الدارسين. يقول أحمد الحبيب الله في مقدمة كتابه تاريخ الأدب الموريتاني: إن أكبر المشكلات التي تؤرق الحياة الأدبية الموريتانية المعاصرة تعود إلى جهل البدايات بسبب الإهمال والضياع وغياب التدوين والدراسات الجادة. ولتكوين صورة ولو تقريبية عن هذه النشأة يلزم تكثيف الجهود وتنسيقها والتعاون بين الباحثين، وعدم الاقتصار
على الجهود الفردية. فلنرى المحور الأول لنشأة النثر الموريتاني وفنونه من قناة سلام الإعلامية المباركة. عزيزي المشاهد، من الإشكاليات العويصة التي آثر الباحث أن يقف عندها في هذا المجال إشكالية أيهما أسبق في الثقافة الموريتانية، النثر أم الشعر؟ والحق يقول إن هذه الإشكالية عامة، وقد أثير حولها نقاش كبير في الأدب العالمي كافة، ومنه الأدب العربي الذي ناقش نقاده الأول هذه القضية وتوصلوا إلى نتائج متضاربة. فمنهم من قال بأسبقية النثر على الشعر، ومنهم من قال بالعكس. ونجد هذه القضية كذلك في النقد المغربي الحديث. فقد كتب عبد الله العمراني في منتصف القرن المنصرم مقالا في صحيفة الأنوار عنوانه النثر أسبق وجودا من الشعر، ذلك في 3 حلقات. وكتب في الرد عليه المرحوم محمد بن تاويت مقالا بعنوان الشعر أسبق وجودا من النثر في حلقة واحدة في الصحيفة نفسها. وليس الأدب الموريتاني بدعا من هذا الأمر، إذ تطرق نقاده إلى الخوض في غمار هذه القضية وانقسموا فريقين، أحدهما يقول بأسبقية النثر والآخر بأسبقية الشعر، ولكل منهما حججه وبراهينه التي يستند إليها في إثبات زعمه ودحض زعم غيره. يقول أحمد بن حبيب الله: وإذا كان أول نص نثري مكتوب وصلنا هو ذلك النص الذي كتبه محمد بن علي المتوني في شوال سنة 898 للهجرة النبوية الشريفة وبعثه إلى السيوطي، وإذا كان أقدم نص شعري وصلنا يعود إلى القرن 7 هجري وينتسب إلى محمد قلي، فليس معنى ذلك أن الشعر سابق على النثر، بل من المعقول عقلا ونقلا أن النثر سابق على الشعر. إلا أن النثر الفني الذي وصلنا يعود إلى القرن 11 الهجري، ومع ذلك تبقى نشأة النثر العلمي والتأليفي مثار جدل بين من كتبوا عن التراث الموريتاني حسب علمنا كما يقول الدكتور فريد. إذا كان ما وصل إلينا من نصوص موريتانية قديمة يثبت بما لا يدع مجالا للشك سبق الشعر على النثر الأدبي الموريتاني، فإن الباحث يرى خلاف ذلك، إذ يميل كما يبدو إلى القول بأسبقية النثر على الشعر في الثقافة الموريتانية، خاصة النثر العلمي والتأليفي، هذا النثر الذي نشأ حسب صاحب الوسيط على يد الطالب محمد بن الأعمش العلوي، الذي يعد أول من ألف من الموريتانيين في تصنيف النوازل، وكل من ألف فيها بعده ينقل عنه. ويقول الباحث نفسه في موضع آخر: ولا يستطيع أحد أن يفصل في مشكلة سبق الشعر أو النثر الأدبي في الظهور في تاريخ البشرية. حقيقة. والذي يقرأ هذا القول ويقارنه بالقول السابق يمكن أن يلمس تناقضا في كلام الباحث أحمد والحبيب الله، فهو في النص الثاني يعترف صراحة بصعوبة بل وباستحالة الحسم في قضية أسبقية الشعر أو النثر في الأدب الموريتاني، في حين نجده في النص الأول ينحاز إلى أولئك الدارسين القائلين بسبق النثر على الشعر. ويقول الأستاذ الخليل النحوي: لنبدأ ملاحظة بسيطة، هي أن الشعر وكما هو معترف به ومتعارف عليه قد سبق النثر، وكما كان الأمر بالنسبة للمجتمعات البدائية فقد كانت العناية بالشعر وبالتأليف نظما من أبرز ما امتاز به عالم القلم الموريتاني،
نفهم من هذا القول أمرين: أولهما أن الخليل النحوي من المرجح أن يكون المنافحين عن أطروحة سبق الشعر على النثر في الأدب الإنساني أو في الآداب الإنسانية عامة، ومنها أدب شنقيط. وثانيهما قلة العناية بالنثر في الثقافة الموريتانية. ذلك راجع إلى عدة أسباب، منها الاهتمام الكبير للإنسان الموريتاني بالشعر باعتباره الفن الأثير لديه، وطبيعة البيئة الموريتانية البدوية المتأبية على التحضر إلى آخره. وتحدث أحمد بن حبيب الله في هذا الصدد كذلك عن الفرق بين النثر والشعر، وعن وظيفة النثر التي تختلف باختلاف مقصديات الشعراء، عفوا النثراء، عن ضياع عدد وفير من النثر الموريتاني القديم مقارنة بالشعر، وغير ذلك من الأمور والمسائل. يتوزع النثر الموريتاني بين عدة أجناس أو فنون عرضها الباحث على النحو التالي: الوثائق، العهود، الإجازات العلمية والصوفية، الفتاوى والنوازل، الأحاجي والألغاز، الأمثال والحكم الحسانية، الحكايات الشعبية بمختلف ألوانها، النصائح والمواعظ، والمساجلات والمباريات النثرية، والمناظرات، مقدمات الكتب، المسلمات أو التسليمات، الرسائل بشتى ضروبها، الرحلات، المقامات، الأقفاف، التراجم والسير، المقالات بأنواعها، القصة القصيرة، الرواية، المسرح. وقد وقف الباحث عند كل فن من هذه الفنون معرفا ومبينا أنواعه وضاربا الأمثلة دون شرحها أو مناقشتها. ربما سنختتم هذه الحلقة بالمحور الثاني، أي نشأة الشعر الموريتاني وفنونه. المبحث الأول: نشأة الشعر الحساني وفنونه. تحدث الباحث في هذا المضمار عن اللهجة الحسانية بوصفها البوثقة الحاملة للشعر الحساني، وعن عروض الشعر الحساني المتميز واصطلاحاته الفنية الدقيقة، وعن صلة هذا الشعر بالموسيقى إلى آخره. وعرض كذلك بعض الآراء التي قيلت في نشأة الشعر الحساني العامي الذي يطلق عليه عادة اسم لغنا، أي الغناء. الغناء يعني يبلع الألف ويحذف الهمزة، فلغنا، لعلاقته الموسيقية الوثيقة بالموسيقى. لقد حاول غير واحد من الدارسين الموريتانيين البحث في أصول الشعر الحساني ونشأته وتطوره، فهذا محمد ولسيد إبراهيم لم يتوصل في اجتهاده وبحثه إلى تحديد تاريخ نشأة الشعر الحساني في موريتانيا، ولا إلى معرفة متى دخل إليها بالضبط، ولكنه يرى أنه مر بثلاث مراحل قبل أن يصل إلى الشكل الذي أصبح اليوم عليه، وهي ثلاث مراحل: الأولى مرحلة الكاف، أي القافية، وفيها كان الشعر الحساني أقرب إلى الشعر الفصيح. مرحلة الطلعة أو القصيدة، ومرحلة التهدين، الملحمة. ويقول الدكتور محمد المختار ولد أباه في كتابه الشعر والشعراء في موريتانيا إن أقدم صنف من أصناف الشعر الحساني موجود في ذلك الفن الذي يسمى التهدين، دون أن يحدد بداية نشأة هذا الشعر بداية دقيقة، ولا كيف كان إبان دخول بني حسان إلى موريتانيا. وإن كان الباحث نفسه قد أومأ أشار إلى أن الأسجال الشعبية قد دخلت صحراء صناهج الجنوب مع دخول عرب بني معقل إليها،
وهذا قد يكون في نظر أحمد ولد حبيب الله أقرب إلى الحقيقة التاريخية، لأن هؤلاء العرب دخلوا المنطقة في القرن الهجري السابع. ويذهب الشيخ ولد مكي إلى أن أول نص حساني وصل إلينا يعود إلى القرن التاسع للهجرة. وهناك من يرى أن أقدم نص حساني ينسب إلى الشيخ سيدي أحمد البكاي الكنتي. ولعل أشهر المهتمين بالشعر الحساني وأكثرهم اعتناء بالبحث في أصوله وصلته بالموسيقى وتطوره هو الأستاذ محمد ولد أحضانة، الذي نشر في هذا الصدد 12 حلقة طويلة في صحيفة الشعب اليومية الرسمية. كان ذلك عام 1993، يعني قريب يعني. وقد يرى أن نشأة الشعر الحساني قد مر بثلاث مراحل، هي مرحلة الأدب الشعبي الحساني، ومرحلة الالتحام بالموسيقى، والمرحلة الأخيرة فيها خرج شعر الحسانيين بشكل جديد بعد تزاوجه الطويل مع الموسيقى، وفيها أصبح الشعر الشعبي ظاهرة اجتماعية بارزة ومنتشرة على نطاق واسع. أيها الإخوة والأخوات، أحسب أننا إن لم يكن أخذنا حقنا من الزمن المتاح لنا فإننا اقتربنا من ذلك. ودعونا من التحدث بنعمة المولى سبحانه وتعالى، يعني أن منحنا هذه القوة لكي نقرأ هذه الدقائق الطويلة. يعني ليس سهلا عزيزي المشاهد أن تقرأ زمن طويل تحاول أن تحافظ على التون والسرعة وما إلى ذلك. وقد وهب الله عبده أخاكم يعني هذه النعمة التي أشكر الله عليها. فقد كنت برضو وأنا في الإذاعة، إذاعة صوت الجماهير في البلد، من أكثر وأوائل الناس الذين يتمتعون بنفس طويل في القراءة. فكنت أقرأ المقالات الطويلة والمقابلات التي تحتاج إلى نفس طويل يعني. وإنني أحمد الله يعني، فقد تركت تلك الإذاعة بعد أن شنفت أسماعهم في غير مستمع يعني. وغنيت من وجعي ليت الزمان هبا كما قلت في قصيدة القمر النازف. فبعد كل تلك السنين يعني أن نتمتع بتلك القوة ولله الحمد من قبل ومن بعد 30 عاما، هذه نعمة أشكر الله عليها شكرا جزيلا. وأسأل الله أن يزيدكم أيضا أنتم أيها الإخوة المشاهدون منعة وقوة في المتابعة والسماع. وأسأل الله كذلك أن يمد في قوة زملائي من قبيلة الإعلام الذين قدر لهم أن يتحدثوا إلى الناس بالساعات الطوال أو بالدقائق أحيانا تكون هي برضو فيها شيء من الملل. وكذلك الشيوخ والأحباب الذين يطلون في الحوارات قد تكون المسألة مريحة لأنك أنت تأخذ نفس والضيف يأخذ نفس، لكن أن تواصل القراءة وتواصل في ظروف يعلمها الله. ولكن هذه أيضا فسحة سانحة ومنة وعافية من عند المولى سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه القناة المباركة التي نقول فيها يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي السوداني الطيب السراج رحمة الله عليه، أشعر شعراء القرن العشرين، يقول: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. فلتفخر عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنت المتحدث باللغة العربية وأنت المشاهد باللغة العربية، يعني ليس هنالك أبلغ وأشرف وأرقى وأسمى من هذه اللغة العربية.
فإذا كنت من المتحدثين بها فافخر وازهو وتباهى، لأن الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل كل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، نحن وأنتم والإخوة الذين يخرجون هذا البرنامج بالشكل الذي ترونه أمامكم، فلهم الشكر ولله الشكر من قبل ومن بعد. آمل سيداتي سادتي أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج لنتحدث قليلا عن الأدب الموريتاني ما يسمح به الوقت، ثم نعرج إلى أدب دولة أخرى، هذا إذا لم نكن نعود إلى الحلقات التي كرسناها في معظمها. أكثر من 90% من الحلقات التي بلغت 141 كانت مكرسة للسان العربي في إريتريا مع اللغة العربية في إريتريا، قضاياها ومشكلاتها وجذورها وبعدها الثقافي والحضاري والوطني والإنساني والعقدي والعلمي والفكري. الحمد لله قدمنا شيئا يمكن أن يعود إليه كثير من الباحثين للتنقيب والبحث عن اللغة العربية في إريتريا. ومن هنا سندخل إلى أمتنا العربية والإسلامية ونسوح في آدابها، وقد نعود إذا ما وجدنا ما ينبغي أن نتحدث عنه، سواء كان إصدار عربية إريترية، قصة، ديوان شعر وما إلى ذلك، ولقاءاتنا كذلك في صميم الأدب العربي الإريتري، ولكن مع اللغة العربية. ولذلك أنا خليت اللغة العربية مفتوحة يعني مع اللغة العربية. ودائما عزيزي الإعلامي صديقي وأخي، دائما العناوين للبرامج خلوها مفتوحة، ودي جزء من الخبرة. يعني البرنامج المقيد يقيدك ويخليك أنت أسير تلك الفكرة، وأحيانا بتتعب يعني. وكل برامجي بحمد الله كانت برامج مفتوحة، يعني بتديك براح من المساحة والحركة، لأنه الرسالة الإعلامية أصلا رسالة إنسانية، فلا تحصروها كما يحصرها أولئك المتخصصون يعني في المجالات العلمية. هذه العلوم الإنسانية هي علوم مفتوحة يعني، والإعلام هو من العلوم الإنسانية، فبرامجكم وعناوينها خلوها مفتوحة، تفتح العنوان بديك مساحة من الحرية. هذه كانت كبسولة أخيرة، نصيحة و... و... وإفادة يعني، وإن شاء الله أنا في كل نهاية حلقة نعمل إفادة إعلامية وإفادة لغوية. كنت معكم محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة، حلقة الأسبوع في برنامج مع اللغة العربية. أسأل الله أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.